بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بخير. الدوري المصري حلو. الدوري المصري حلو وبقى له طعم وبقى له شكل، بالرغم من إننا عندنا حزن شديد جدا على فرقة النادي الأهلي وأداء النادي الأهلي قبل المرحلة الأخيرة. لكن في حاجة جديدة كده على الدوري المصري، دخلة جديد، يعني في روح المنافسة لآخر مباراة. من يوم ما وعيت على الكورة وشجعت الكورة ما شفتش الدوري المصري بالحماسه دي، ولا بان الدوري يفضل متعلق لاخر مباراه في الدوري. يعني عمري كله ما مريت بمرحله شبه المرحله دي في الدوري المصري. مرحله جديده علينا، كلنا عندنا يعني اثاره وشغف باننا نعرف مين بطل النسخه دي. نسخه صعبه جدا، نسخه حرقت دم اهلاويه كتير وفرحت زملكاويه كتير، لكن هو الخوف كله من الطرف الثالث. دايما الطرف الثالث في اي حوار هو اللي ممكن ياكل التورتايه. جماهير النادي الاهلي طبعا عايزه النادي الاهلي ياخد الدوري ويتعثر نادي الزمالك، وجماهير نادي الزمالك عايزه الزمالك ياخد الدوري ويتعثر النادي الاهلي. لكن في طرف ثالث في الحكايه هو اللي يكاد يكون اقرب في الوقت ده اللي احنا فيه ده، بعد فوز الاهلي على انبي وفوز الزمالك على سموحه وتعادل بيراميدز مع سيراميكا. الاقرب هو بيراميدز، يعني الاقرب حاليا للفوز في الدوري هو بيراميدز. بيراميدز دلوقتي معاه 51 نقطه بعد التعادل الاخير امام سيراميكا. ماتش صعب جدا 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 على اي فرقه في الدوري، مواجهه سيراميكا مع علي ماهر. وده اللي هيشوفه نادي الزمالك في اخر مباراه ليه مع سيراميكا، فرقه قويه جدا جدا جدا. الزمالك يكفي التعادل مع سيراميكا، الزمالك يكفي التعادل مع سيراميكا. لكن انا ما اظنش ان علي ماهر هيحل معتمد جمال ومش هيلعب على المكسب، وهنا نقوص الخطر. نادي بيراميدز لو كسب سموحه، وده شيء متوقع بنسبه 90% ان هو يكسب سموحه، فرقه بتلعب طبعا خلاص، ما عادش لها اي طموح ان هي تلعب على اي مركز نهائي. فرقه طبعا هتجرب، فرقه هتلعب باعصاب هاديه، مش محتاجه بقى يعني ضغوطات وكلام من ده، وهتلعب لمزاجها وهتلعب للشو الاعلامي. فبالتالي بيراميدز بنسبه كبيره جدا هتحسم المباراه في اولها، يعني في اول شوط ممكن 2-0 او 3-0. هنا بقى نادي الزمالك هيقابل سيراميكا كليوباترا اللي منتشي مع علي ماهر، وطبعا هيلعبوا بمزاج. وطبعا كابتن علي ماهر كلنا عارفين ان هو عايز يخدم النادي الاهلي. هو مش هيخدم النادي الاهلي، هو هيخدم نادي بيراميدز، لان بيراميدز هو الوحيد اللي الكوره في ملعبه. يعني لو افترضنا جدلا ان نادي الزمالك اتعادل مع سيراميكا، خلاص كده الدوري بقى لصالح نادي الزمالك على اي حال. يعني حتى لو بيراميدز كسب سموحه 50-0 الزمالك ياخد الدوري، بالرغم من ان النقاط متساويه 54 و54. لكن هنا بيبصوا للمواجهات المباشره. اولا المواجهات المباشره بتصب في صالح نادي الزمالك، ذهاب وعوده مباراتين، فوز على بيراميدز، فبالتالي نادي الزمالك يبقى ليه احقيه في الحصول على بطوله الدوري لو النقاط متساويه. هنا بقى سيراميكا ممكن تلعب دور البطوله وتغير مسار الدوري نهائيا، وبدل ما يتجه الدوري الى 100 عقبه يروح لنادي بيراميدز لو سيراميكا قدر ان هو يفوز على نادي الزمالك. وده 50-50. الزمالك فرقه قويه وكل حاجه، لكن سيراميكا يا جماعه السنه دي بتقدم اقوى نسخه ليها من سنين طويله. عطلت الاهلي، عطلت بيراميدز، ووارد جدا ان هي تفوز على نادي الزمالك، وارد جدا، وارد جدا بنسبه كبيره يعني. فبالتالي نادي بيراميدز هو اقرب من نادي الزمالك والاهلي بالحصول على الدوري هذا الموسم او هذه النسخه. هنا بقى ممكن نقول ان الزمالك ممكن يلعب كونفدراليه برضه، يبقى مركز ثالث. ليه؟
لان النادي الاهلي في حاله فوزه على النادي المصري ونتيجه فوز سيراميكا على نادي الزمالك اصبح النادي الاهلي 53 ونادي الزمالك 53. اول حاجه هنبص ليها هي المواجهات المباشره، هيلاقوا ان النادي الاهلي يحصد المركز الثاني بناء على مجموعي المواجهات المباشره بين الاهلي والزمالك. النادي الاهلي كاسب رايح جاي 2-1 و3-0. فمن هنا الزمالك بعد ما كان هو رقم 1 في الجدول بقى رقم 3 في الجدول. مباراه واحده عملت ايه؟ هي دي الاثاره، هي دي الاثاره. ويلعب النادي الاهلي دوري ابطال افريقيا، وساعتها بقى كباتن نادي الزمالك اللي زعلانه ومحموقه جدا على شاشات التلفزيون ان ازاي النادي الاهلي وهو اخد مركز ثالث يلعب في بطوله افريقيا. ازاي يعني هو الكاف هيعدل البطوله علشان النادي الاهلي طلع الثالث فيقوموا يعني يعدلوا البطوله عشان يلعب؟ دي مش عداله وده حرام. ده كلامهم، هنشوفهم بقى هيقولوا ايه لو السيناريو اللي انا بقول لكم عليه ده حصل. وده وارد جدا يحصل، وارد ان الزمالك بعد ما كان هيبقى اول الدوري هيبقى ثالث الدوري في مباراه واحده. مباراه هنشوف. هي دي الاثاره وهي دي الحاجه الحلوه الجديده في الكوره السنه دي. بالرغم من ان النادي الاهلي مزعلنا كاهلاويه، لكن في حاجه جديده في الكوره، حاجه اول مره نشوفها، اول مره تدخل حياتنا الكرويه وبيوتنا في اخر ماتش كده. ما احناش عارفين مين البطل، ما احناش عارفين مين الاول ومين الثاني ومين الثالث، ما احناش عارفين. المركز الرابع خلاص اوريدي اتحجز نادي السيراميكا، لما الثلاث فرق الاولى لسه ما حدش عارف فيهم ترتيبهم هيكون ايه بالظبط. تجيب لي يعني اي حد يتوقع سيناريو المطوشه الجايه؟ ما حدش يقدر، ما حدش يقدر. من ان الزمالك ياخد بطل الدوري مثلا يلعب كونفدراليه يبقى مركز ثالث، ومن ان الاهلي دلوقتي مركز ثالث ممكن ياخد الدوري ويبقى مركز اول او ثاني. كل شيء وارد في المباراه الجايه. المباراه الجايه فيها يعني اجابات كتير جدا لاسئله كتيره جدا جدا مطروحه على الساحه حاليا في الوقت الحالي. خلينا نستمتع بالمواجهه القادمه بين النادي الاهلي والنادي المصري ونادي الزمالك ونادي سيراميكا والنادي بيراميدز ونادي سموحه. يعني من وجهه نظري المتواضعه ان نادي بيراميدز بنسبه كبيره جدا 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 هيتخطى سموحه، وبنسبه كبيره جدا 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 من وجهه نظري النادي الاهلي بره عن انه يحصد الدوري الممتاز بنسبه كبيره، لان مش معقول سموحه هتكسب بيراميدز، مش معقول. ما هي النتيجه الوحيده اللي تخلي النادي الاهلي ياخد الدوري ان بيراميدز اولا يتغلب من سموحه، مش يتعادل، يتغلب من سموحه. لان في حاله التعادل هيتساوى مع النادي الاهلي في لا يا ربي لا ثواني انا اسف، في حاله فوز نادي بيراميدز على نادي سموحه يبقى كده النادي الاهلي بنسبه كبيره جدا جدا خلاص رسميا مش هيقدر ياخد الدوري. لو بيراميدز فاز على سموحه خلاص كده رسميا الاهلي بره المنافسه او يلعب على المركز الثاني فقط. مستني بقى ايه نتيجه الزمالك مع سيراميكا، يا اول يا ثاني يا ثالث. النادي المصري والنادي الاهلي لو الاهلي كسب يستنى نتيجه نادي الزمالك وسيراميكا، طبعا كله هيبقى في وقت واحد. خلينا نستنى ونشوف نتيجه الثلاث مباريات. المنافسه قويه جدا، المنافسه شرسه جدا، حابين الحاله، حابين المنافسه وحابين الشغف بتاع الثلاث مباريات، وعايزين نعرف مين بطل النسخه دي، وهل الاتحاد الافريقي هيعدل النظام البطولي عشان النادي الاهلي طلع ثالث، فبالتالي شعبيه النادي الاهلي الجارفه هتنقص من جمال بطوله افريقيا. فعشان كده الاتحاد هيعدل النظام ويخليها 3 من مصر مثلا زي 3 من تونس زي 3 من المغرب، ولا هيبقى الوضع على ما هو عليه واول وتاني بس؟ هنشوف، خلينا نشوف الفتره اللي جايه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد، ولحد ما اشوفكم اتمنى يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. وفي النهايه شكرا لكم والسلام عليكم.